ايه دلوقتي؟ نحاول نشوف مدرسة تانية ارخص من دي. ده احنا ما صدقنا ان الولد قبل في المدرسة. ما مش معقول ندفع 800 جنيه مصروفات لطفل في الحضانة، نجيبهم منين؟ انا عندي فكرة. ايه؟ نخلي جمال اخوك يشوف لنا واسطة تعفينا من دفع الانشاءات. بالشكل ده عمر المصاريف ما هتزيد عن 300 جنيه والولد يدخل المدرسة. وانت ما معكش 800 جنيه يا ابو صلاح؟ لا طبعا، هجيبهم منين؟ ده انا داخل في جمعية ب 30 جنيه في الشهر عشان ادبر ال 300 اللي معايا. يا سلام، ليه؟ هي ميتك كام؟ الصافي حوالي 250 جنيه في اليوم؟ انت هتهرج؟ ما هو اقل من كده، تبقى انت اللي بتهرج يا دكتور. طب باين عليك رايق ومشغشغ الاناخ. انت اللي صعبان عليا. صعبان عليك؟ زنقت روحك في الكيمياء وفضلت تدعي في ماجستير وفي دكتوراه وتقرش نافوخك بيد 2 كبالة في 4 ورجل 6 فيها 18 رجل 6 فيها 18 واخرتها 250 جنيه في الشهر يا مهرج. ولا بلاش قلة حياة، مش عشان عازمنا على الغدا؟ انت عارف المهرج بياخد كام في الليلة الواحدة يا دكتور؟ المسألة مش مسألة كام، في اعتبارات كتير قوي أهم من كام يا قفل. أنا برضو اللي قفل. طبعا، لأنك بتحاول تعرف سعر كل شيء، لكن ما بتحاولش تعرف قيمة أي شيء. وقيمة الشيء ملهاش سعر، ملهاش ثمن، في قيمة من غير ثمن. القيمة لا تقدر بثمن. تقدر تقول لي ثمن الحق كام؟ أو ثمن الخير كام؟ وهو من الحق أو من الخير إن واحد زيك ما يحتكمش على 800 جنيه يدخل بيهم ابنه المدرسة؟ معاك حق، أنا فعلا مسرف. مسرف؟ المفروض أعمل حساب الظروف. المهم، هتشوف لنا واسطة تعفينا من الإنشاءات ولا لأ؟ طمن يا أبو صلاح، الواد داخل المدرسة يعني داخل المدرسة. إزاي؟ زي كل العيال، هديك ال 800 جنيه وتروح تدفع له المصاريف. وأنت حالتك 800 جنيه؟ عيب يا أبو صلاح، ده احنا كسيبة ومخلصين وبنطلع القرش من بذر العنب. بذر العنب؟ أول ما نشخلل الشخاليل ونشرمق الشواشي هتسرسق البصاري وهنشفك دغري. هنشفني؟ أسبجك بالسبيج، يعني أحينك، أقبضك. إيه الألفاظ دي؟ أعمل لك إيه بقى إذا كنت أنت ما بتعرفش لغة؟ لغة؟ طبعا، ما هي دي لغة العصر يا بتاع الكيمياء يا